والله يا جماعة في موضوع سوزي ده أنا مش مؤيدة لسوزي ولا الحاجات اللي بتعملها طبعا، عشان عارفة بس الكومنتات السخيفة اللي هتنهال عليا في الكومنتات. البنت طبعا بتعمل حاجات يرفضها المجتمع والعرف، لكن خلينا متفقين ان مش سوزي هي اللي هتفسد الاجيال ولا هي تصلح الاجيال. سوزي زيها زي بنات كتير قوي بقى في المجتمع دلوقتي، وعلى عينك يا تاجر بنشوفهم في كل حتة. بس في حاجة بسيطة انا عايزة انبه ليها قوي. انا اكتشفت ان نفسيات البشر بقت مرعبة، النفسيات بقت في جحيم. اقسم بالله ان كل واحد ولا واحده بيكتبوا كومنتس ليهم في الكومنتات السلبيه بالطريقه البشعه دي والحاجات الرعب دي، وانتي عملتي وانتي هم هيموتوا يبقوا مكانها. يعني هي بني ادمه اشتغلت وبتسعى وبتجتهد وبتصرف على بيتها وبتصرف على عيلتها وبتصرف على حياتها، لكن كومنتات الناس يحسسوك ان البنت عملت مصيبه وكارثه. هي سافرت وراحت مع صاحبها، هي حرة. يعني أنا شايفة طبعا أنا مش بشجع ده، بس أنا قصدي أنتوا ما تعرفوش إيه اللي ورا الكواليس. أنتوا ما تعرفوش هي مثلا أهلها معاها، في حد من عيلتها معاها، هي النهارده بلوجر أو هي مثلا صانعة محتوى، فهي بتقدم صورة معينة بطريقة معينة بتجيب ريتش وفيوز معينة، وهي في الاخر هتطلع لا مرتبطه بمولي ده اصلا، ولا هم هيتجوزوا ولا هم هيصلحوا لبعض، بس هم كميتهم مشت مع بعض في المشاهدات، علشان كده الاتنين بيعرفوا يجيبوا مشاهدات مع بعض، فالاتنين عملوا نفسهم مرتبطين. وهي لما بتقعدوا تقولوا لها اتجوزيه ارتبطي بيه، مين قال لكم ان هم يتجوزوا ولا يرتبطوا اصلا؟ دي كلها مشاهدات مش اكتر، كل السوشيال ميديا فيك كلها مشاهدات وليس اكتر. تعليقي هنا على ايه بقى؟ على ان الناس بجد كومنتاتها بقت تقرف، كومنتات بقتها امراض نفسيه، حقد وغيره وحسد، وبيستكتروا على حد ان جاله رزق او خير او فلوس، خصوصا لو هو مثلا شافوه زمان في مستوى وبقى في مستوى. ما تسيبوا الناس تفرح، سيبوا الناس تتبسط. انت لو مكانها او انت لو مكانها هتموتي وتعملي زيها، هتموتي وتبقي زيها، بس عشان اللي في ايديهم مش في ايدك فبتعيب عليه. لان سبحان الله الناس اللي عينهم شبعانه ما بيخشوش يكتبوا كومنتات سلبيه او كومنتات فيها لزع او كومنتات فيها حد ممكن يخليه بسبب الكومنتات والتنمر دي يروح ينتحر. كل اللي بيكتبوا كومنتات فيها حاجه اهانه للشرف او السمعه او الاخلاق ناس عندها نقص، ناس مش محترمه. لان انت لو عندك كلمه حلوه عايز تنفعها بيها او تديها نصيحه تكتبها بطريقه كويسه، لكن تقول كومنتات سافله او كومنتات ملاش اي لازمه، ده يدل على ان انت في نفسيتك في حقد وفي ضغينه وفي غيره. لان الكلمه الطيبه صدقه لو انت ما بتفهمش في حاجه زي دي. فانا مش مؤيده اللي هي بتعمله ولا مؤيده للحاجات اللي بتحصل دي كلها، بس 99% من البنات اللي كاتبين كومنتات سلبيه او الولاد هيموتوا يبقوا زي مولي وزي سوزي ومعاهم فلوس ويروحوا ويصوروا ويجوا ويعملوا، بس مش قادرين يعملوا ده. فالكومنتات سلبيه قيسوا على كده بقى في حاجات كتير. اي حد لقوه على السوشيال ميديا مثلا خارج بيخرج معاه فلوس، معاه انت كذا، انت جايب فلوسك بالحرام، انت شمال، انت مش محترم، انت مش عارفه ايه، وانتوا والخوض في الاعراض بقى سهل وقذف المحصنات بقى سهل، حاجه في قمه قله الادب. بجد ربوا نفسكم قبل ما تربوا عيالكم عشان انتوا محتاجين تتربوا. وكفايه بقى كومنتات سلبيه وقرف بالمجتمع، سيبوا الناس لحالها ودع الخلق للخالق ومالكش دعوه بحد. لو ربنا كشف سترته عنك او عنك انتوا هتروحوا في حته تانيه خالص. فالاستشراف اللي بقى حاصل في الكومنتات ده رهيب بصراحه، ويدل على المجتمع اللي احنا عايشين وسطه، بجد حاجه مقرفه. سلام عليكم.